السلام عليكم، ازيكم حبايبي الحلوين الغاليين؟ معاكم مثل الناس اللي بيشوفوني لاول مره. النهارده ان شاء الله هنزين تورته فور سيزون، تورته فانيليا. هنزينها بطريقه رقيقه كده وهاديه. تعالوا نشوف زينا التورته الجميله بتاعتنا دي ازاي. سهله جدا وبسيطه. عملنا جزء باللوتس، كريمه اللوتس، وعملنا جزء بالمربى حليب، وجزء بالنوتيلا البيضه، وجزء مكسرات. مبدئيا كده عشان وقت الفيديو ما يطولش، انا عملت الكيكة وطبعا هقول مقاديرها وانا شغالة، سهلة جدا. وعملتها الطبقات، قسمتها ل3 طبقات، وابتديت احط ورق الفاكيوم واحط الطبقات ما بينهم كريم شانتيه، بس كده، ما عملتش اكتر من كده. جيت بقى على السطح بتاع التورتاية من فوق، وعملت خط كده بالكريم شانتيه، يعني قسمت التورتاية بالنص، والنص اللي انا عملته هاخده برضو اقسمه نصين، وكذلك النص التاني هقسمه نصين، بحيث ان التورتايه تبقى معايا 4/4، واحاول ان هما يكونوا متساويين. طبعا انا بعمل الخط بالكريمه كده علشان لما احط التوبنج بتاعي بتاع التورته ما يدخلش على بعضه، يعني التقسيمه دي علشان لما احط التوبنج ما يدخلش على بعضه. جيت في النص كده ما بين الخطوط وعملت روزيتا كبيره. تمام. بعد كده جبت دي كريمة اللوتس، بعد ما خففتها بشوية من الزيت، يعني السمك بتاعها ما يبقاش ولا خفيف قوي يبقى سايح معايا، ولا تقيل قوي معرفش افرده، يعني اوصل لدرجة ان انا اقدر افرد كريمة اللوتس على التورتايه من فوق، بس كده. طبعا ما اقدرش اقولك كمية الزيت اللي هتحطيها على كريمة اللوتس، لان انتي طبعا الكمية اللي انا بطلعها غير اللي انتي بتطلعيها. كل واحد بيطلع كمية على قد الحاجة اللي هو هيستخدمها. فحطي شوية زيت صغيرين وقلبي، لو احتاجت تاني حطي تاني، مفيش اي مشكلة عندي. بمعلقة صغيرة بقى نضيفة خالص وناشفة، بحاول ان انا افرد كريمة اللوتس كده في الربع المخصص ليها. ببقى جايبه معايا 3-4 معالق كده وانا شغاله، عشان ما افضلش رايحه جايه على المطبخ اجيب في معالق. هما 3-4 معالق معايا، بشتغل بيهم كل ربع كده. خلصت بقى الربع بتاع كريمه اللوتس. هندخل بقى على الربع، هحطه في وشه، يعني مش هحطه في وشه يعني بمعنى ان انا اديله في وشه، لا. انا هحط في الجهه المقابله للي هي الربع بتاع اللوتس. الجهه اللي في وشها بقى دي هحط مربى حليب. مربى حليب دي مخففاها بشوية من اللبن، سواء لبن عالدافي او لبن بارد، مفيش اي مشكلة، هي بتدوب معايا في اللبن. تمام كده لحد كده تمام. المهم لو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو، حطوا بقى لايك للفيديو، اعملوا شير لاخواتكم وحبايبكم، عشان برضو نفيدهم معانا لو هم حابين يعملوا تورته في مناسباتهم. يعملوا التورته بتاعتنا دي جميلة طبعا وأمورة وشكلها عسولة كده. برضو بمعلقة نضيفة، تاني معلقة بقى من انا ال4-5 اللي انا جبتهم. هفرد بقى كده المربى الحليب بالراحة كده، مفيش حد بيجري ورايا، بالراحة كده وانا بفرد. وهلف بقى عشان احط دي نوتيلا بيضة، برضو مخففاها، بس النوتيلا بخففها بزيت، يعني كل حاجة بتتخفف بطريقة غير التانية. يعني اللوتس بتخفف بزيت، النوتيلات بتتخفف بالزيت، المربى حليب والجناش بخففها باللبن. وبرضو خلي بالك من القوام، ما تخففيهوش قوي علشان ما يبقاش برضو معاكي سايل وما يبقاش تقيل قوي، يبقى في الوسط كده. هجيب بقى المعلقة رقم 939 وهفرد بيها النوتيلا البيضة على الربع بتاع التورتايه. زي ما انتوا شايفين كده، الموضوع سهل خالص وبسيط. التورتايه مش عايزة حد محترف يعملها، لا، التورتايه ممكن اي حد يعملها. بالنسبة بقى للسبونش اللي انا عملت بيه التورتايه، تعالوا بس كده واحنا بنرص البندق. ده بندق انصاف، لو انت عندك مثلا عين جمل عايزه تحطيه. انا هعمل الربع ده مكسرات، ليكوا حريه الاختيار ان انت تعمليه بالفاكهه او اي حاجه انت حباها. بصوا بقى الكيكه، بجيب نص سبونج جاهز وبحط عليه 6 بيضات ونص كوبايه من الميه، وبحط فانيليا ومعلقه من الخل، وبشغل عليهم العجان لحد ما يتضاعف حجمه، والاقي الخليط بيلمع كده وتقيل تقيل معايا، بس كده بحطه في صينية فرن محطوط لها ورقة زبدة من تحت على الشبكة، درجة حرارة 180.
ملهاش وقت للتسوية لان كل صينية غير التانية بعمل لها بقى اختبار سوا، الاقيها استوت خلاص بطفي عليها. الروزيتا اللي في النص حطيت لها كريزة كده زي ما انتم شايفين. وخلصت انا رصيت البندق انصاف، طبعا الحاجة غالية مش هحط بندقية كاملة، هنقسم البندقية 2 وهنوفر وهتمشي معانا. وزي ما انتم شايفين الكريزة كسرت معايا اللون. عندك كريزة حطيها، عندك فراولاية حطيها، اي حاجة تكون يعني تكسر اللون، حاجة كده لونها مبهج. هجيب بقى الجزء اللي انا عملته بتاع النوتيلا البيضة ده، وهبتدي اديله من كريمة اللوتس كده دواير كده، دواير عشوائية يعني، مش شرط ان هي تبقى متساوية. تمام، هنحط بقى كده دواير كبيرة صغيرة، شكلي يعني كبري صغري عادي يعني، خليها عشوائية احسن، كل حاجة عشوائية تبقى حلوة يعني، انا بحب العشوائية. هجيب بقى الجناش الشوكولاتة، هديله برضو دواير كده، بصوا عادي انا بعملها بعشوائية، ملهاش شكل محدد يعني، مش تقولي مثلا ان هي مدورة ولا شكلها عامل كده، لا عادي اي شكل هيمشي معانا. كيس كده، ده كيس تلاجة عادي، انا بحط فيه الصوصات والتوبنج بتاع التورت زي ما انتم شايفين كده، مش شرط ان هو يكون كيس حلواني، كيس تلاجة هيقضي الغرض ويمشي معانا. والشيفات العالمية على فكرة بيعملوا زينا كده بكياس التلاجة، هو اوفر وافضل يعني، بيدي نتيجة افضل. بصوا بقى كده بالخلة بتاعة اللي انا بختبر بيها تسوية الكيك، هنديها بقى كده ايه سحبة، افضل اسحب كده واروح، بس ما يعني ما احاولش ان انا امزجها قوي، هي دوبك سحبة بسيطة كده. طبعا الخلة دي تعبت معانا، عمالة تمزج الالوان وتختبر الكيك، كتر خيرها صراحة، شقيانة معانا. هنيجي بقى للقسم اللي هو فيه اللي هو كريمة اللوتس، هنديله بقى اللي هي البتاع بتاع اسمه ايه نسيت، الكونو، يخرب بيت الزهايمر. هنديه بقى 2 كونو او 3 كونو، انا اديته 2 كده، هبص على الشكل لو احتاج واحدة تانية هنحط. اللي هو المربى حليب هديله دي شوكولاتة رفيعة، دي بتاعت كابري رفيعة، قسمتها 2 كده حطيتها فوق بعض. البندق بقى ممكن اديله جناش كده، خطوط جناش عليه، وممكن ما اديهوش زي ما انا عايزة، ممكن اديله المعه مثلا بجيلي تلميع على السخن او على البارد زي ما انا حابة بقى. بصوا انا لقيتها محتاجة صراحة واحدة كونو تاني، حطيت له واحدة عشان يبقوا 3. بس كده ده شكلها النهائي، بتبقى ما شاء الله قمر، حلوة جدا، وطريقتها وتزيينها سهلة جدا، اي حد ممكن ينفذها ويعملها زي ما انتم شايفين. لو عجبتكم بقى تورتاية النهاردة الفور سيزون اللي هي الفانيليا، ما تنسوش تحطوا لها لايك وتعملوا شير للفيديو، واتمنى تعملوا لي اشتراك للقناة فوق دماغي من فوق. اشوفكم على خير، حلقات كتير جاية بإذن الله، والسلام عليكم.